وذهن محمد عبد الغني في اللي معاه، مش مع اللي جاي من الناحيه الثانيه، فده كان اوف سايد. ده رقم واحد. رقم اتنين، بروتوكول الفار. في فرق بين الفار والفار. الفار ده بتاع جمال علام، يشتغل بالمزاج ويقفل بالمزاج. الفار ده حاجه عالميه. ولما الواد احمد بلال اللي كان واخد 10 سنين سجن وانا طلعته بره ما خدش منه جنيه، كان عنده قضيه تزوير ونصب كبيره، بيطلع يقول ايه؟ عايزين نلغي الفار. ما انتوا لغيتوه من غير ما حد يلغيه، ما انتوا لاغيه. ليه بقول كده؟ لانه البروتوكول بيقول ايه؟ لما يكون هدف تسلل غصب عن اللي جاب الحكم لازم يروح يراجع الفار. انا عندي هنا بقى بالمستندات واعترافات الصباحي، وكان معاه المساعد بتاعه ما اعرفش اسمه ايه اللي بيساعده، يعني طلبوا الحكم يجي قالوا له ده تسلل. خلاص عمل لهم كده. لا هتمك مفيش كده. لا 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 تشغل عن شوبير. انا عارف انك هو اللي عامل لكم رعب. حلوه غصب عن اللي جاب دي. صحكوا طرب. صح او غلط؟ انا هقول لك وتقول لي صح او غلط. حاضر. الزمالك عارض 20 مليون وتجديد اعاره محمود علاء ولاعب تاني اشرف رؤى مثلا، ده صح؟ لا مش صح. طيب الزمالك ده بالنسبه للزمالك، يعني المبلغ مش صح؟ لا. الاهلي 15 مليون، المبلغ صح؟ لا. يعني اكتر مثلا ولا اقل؟ ده المبالغ المعروضه اكتر من كده. اكتر من كده؟ يا ما شاء الله. طيب طب ما تبيعوا بقى يا فندم، ده انت لو ما بعتوش هيبقى انا اول واحد يعني هلومكم بصراحه يعني. والله بص يعني اعتقد الموضوع هيحسن في الساعات القليله مع الاستاذ محمد. ان انا بقول لحضرتك احنا كمالي واستلام الكوره فوضى الاستاذ محمد الموضوع بالكامل. ان هو اللي يخلص الموضوع. طيب استاذ محمد اتفضل يا مهندس. عنوان اهو، الاهلي الاقرب لضم مروان عطيه، ما تراجعنيش. والله العظيم المواضيع في دلوقتي وانا بكلمك كلها في ايد الاستاذ محمد. ايوه بس انا بقول لك على الترابيزه السعر الاعلى دلوقتي واللعيبه اللي هتكون متوفره وعايزها الحاج محمد النادي الاهلي. لا مهيب هدي شويه، حط لها قطره سيبها فتره. ده مهيب هيولع عشان مروان عطيه جه الاهلي. الوضع في الزمالك سيء، حسنا نتمنى لهم الاسوأ.